مساء الخير. تعليقا على مباراة الأهلي والاتحاد، أنا بقول كلمة واحدة: ألف مليون مبروك لفريقي الاتحاد سيد البلد عشان اتهزم بالشرف. تمام؟ ويا خسارة ويا ألف خسارة للأهلي اللي كسب الاتحاد النهاردة 2-0 على استاد برج العرب بالإسكندرية. مجاملة في إيه؟ الجون الأول للأهلي اتحسب ضربة جزاء مبكرة. ياما شفنا ضربات جزاء او شفنا العاب اكتر من كده قوة وشراسة ما تحسبتش ضربة جزاء، لكن مع الاهلي بيتحسب ضربة جزاء الاهلي دي اسمها مفتاح مكسب الاهلي. عشان تكسبوا الاهلي لازم تديله المفتاح ان ايه؟ يتحسب له ضربة جزاء. اتحط جون وعرف الحمد لله ان هو يحطها جون. مش عارف ليه انتم بتجاملوا الاهلي على حساب الفرق التانية، مع ان الاهلي مش محتاج مجاملة ولا محتاج مجاملة حكام مباريات، ولا محتاج مجاملة. الاهلي مش محتاج مجاملة حكام ولا محتاج اي مجاملة خالص. الاهلي بسم الله ما شاء الله عنده لعيبة حلوة وفريق حلو بيكسب داخل وخارج البلد، عشان بس ما حدش بيهاجمني. بس هنا احنا عندنا عيب خطير جدا، لازم نميز الاهلي، لازم نجامل الاهلي، لازم نديله مفتاح المكسب اللي هو ايه؟ يتحسب له ضربة جزاء. اتحسب له ضربة جزاء في الشوط الاول. الشوط الثاني لما اتلعب مش ضربة جزاء على الاهلي لصالح الاتحاد؟ ما شفتوش هجمه الاتحاد، وما شفتوش هجوم دفاع الاهلي على لعيب الاتحاد في ال 18 بتاع الاهلي؟ ما تحسبلوش ولا اي حاجه. حتى الاعاده يا جماعه، حتى الاعاده اعادوا ضربه الجزاء للاهلي اكتر من 3 4 5 مرات مباشره على طول. لكن الكرة بتاعت الاتحاد ما اتعادتش خالص. اتعادت امتى؟ بعد 3 دقايق 4 دقايق، لما افتكروا ان هما ان الاتحاد بيطالب بضربة جزاء، وضربة جزاء صحيحة مليون في المية، ما تقلش عن ضربة جزاء الاهلي. بس لازم انتم تميزوا الاهلي. ليه بتغزوا عندنا ان الاهلي لو بيلعب مع فريق اجنبي نشجع الفريق الاجنبي ولا نشجع الاهلي؟ لو الاهلي بيلعب مع العدو نشجع العدو ولا نشجع الاهلي؟ ليه بتنموا الحتة دي فينا؟ خدوا بالكم، اعمالكم دي بتكرهنا في الاهلي. اعمالكم دي بتدل على شيء واحد: انتم بتكرهوا الاهلي. ليه؟ عشان بتتسببوا في كره الاخرين للاهلي. اتمنى تحبوا الاهلي عشان احنا نحب الاهلي. بلاش تجاملوا الاهلي، بلاش تمييز الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك على حساب الفرق التانيه انتم للاسف بهدلتوها، خليتوها كمالة عدد، وخليتوا الاهلي والزمالك فرق اساسيه. بلاش الطريقه دي، بلاش التمييز، خليكم عادلين ما بين الفرق. دي فرق مصريه، والاهلي والزمالك دي فرق مصريه، كلنا فرق مصريه. بلاش التمييز. كويس ان الاهلي ده بطل الدوري وبطل البطولات وبطل افريقيا بيكسب بضربه جزاء، بعكس فرق تانية مش ابطال زي الاهلي بس بيكسبوا بشرف، مش مستنين مجامله ضربه الجزاء زي الاهلي. تصديقا على كلامي لما انا بقول لحضراتكم انتم بتميزوا الاهلي والزمالك على الفرق التانية، مش هنسى موقف اللي حصل ما بين حكم في مصر وما بين لعيب الاتحاد اللي هو كابتن محمود علاء اتعصب شويه، فالحكم رد عليه قال له: انت فاكر انت بتلعب عند مين؟ انت بتلعب عند الاتحاد مش عند الزمالك ولا الاهلي. حتى عندكم، حتى الفكر بتاعكم في فكر تمييز، بتميزوا الاهلي والزمالك على الفرق التانية. مش عارف ليه. اتمنى لو حصلت اي مجامله لصالح الاهلي والزمالك على حساب الفرق التانية، المفروض الفرق التانية تنسحب وقتيا من المباراه. كفاكم تمييز للاهلي والزمالك على حساب الفرق التانية. بهدلتوا الكوره، اضعفتوا الفرق التانية، خليتوها كمالة عدد، وخليتوا الاهلي والزمالك في كل شيء، ومتركزوا على الاهلي برضه. سبحان الله على امركم. شكرا.